كله يعرف انه لولا غماضة عين علي عبد الله صالح ان الحوثي ما دخل صنعاء. هذا كلام غير صحيح وغير دقيق. يعني انت تحاسب شخص خرج من السلطه، سلم معسكرات الدوله، سلم مؤسسات الدوله كامله، وتقول لي غض الطرف. غض الطرف بايش؟ هذا كلام افتراء. بس شوف افتراء. الحوثي عندما وقع اتفاق السلم والشراكه يوم دخول الصنعاء، الوحيد الذي رفض هذا الاتفاق هو المؤتمر الشعبي العام، وطلعت اللجنه العامه التي ترأسها علي عبد الله صالح ببيان ضد هذا الاتفاق. كيف تقول لي تحالف معه؟ التاريخ لا يعيد نفسه. علي عبد الله صالح بنى نفسه كضابط ثائر وعمل مع رفاقه لتأسيس الدولة وخلف هذا الإرث الكبير. نحن أتينا لنحافظ على إرث سبتمبر وأكتوبر و22 مايو، إرث الحمدي، إرث الإرياني، إرث قحطان الشعبي، إرث علي ناصر محمد، إرث علي سالم البيض، إرث كل هؤلاء الرؤساء اليمنيين الذي كانوا يسعون لبناء دولة ودولة مؤسسات وقانون واحترام الدستور. أنا أحترم القانون فوق كل شيء، ولذلك قاتلنا الحوثي من أجل هذا القانون، من أجل الدستور، من أجل الثورة، من أجل 26 سبتمبر و14 أكتوبر و22 مايو. لم نقاتل من أجل إرث فلان أو إرث كذا أو الوزارة الفلانية، قاتلنا من أجل مبادئ. وعلي عبد الله صالح قتل واستشهد وهو يرفع مبادئ هذا الذي عاش وتربى عليها.